وبركاته في حلقة من حلقات أحوال بلدنا. تابع الفيديو وشير ويا ريت بحيث إن اللي إحنا عاوزين نقوله يوصل للناس. طبعا النهارده أنا جاي أتكلم عن مسلسل لقى انتشار كبير أوي الفترة اللي فاتت أو اللي هو شغال حاليا، مسلسل سفاح الجيزة. طبعا المسلسل حبكة درامية وشغل، لكن المشكلة كلها إحنا ليه مش مدركين إن الأعمال الدرامية ديت كارثة. الأعمال الدرامية ديت بتهيئ الأمور أو بتبسط الجريمة، بتخلي إن الشاب ولا البنت أو ضعاف النفوس المرضى النفسيين يعتقدوا إن عادي. زي ما الأعمال الدرامية القديمة كانت بتطلع بنت الليل على إنها بنت شريفة، وتطلع شخص ملتحي على إنه إرهابي، وتطلع حاجات غريبة قوي مش موجودة فعلا. مش كل ملتحي إرهابي، ومش كل بنت شغالة في كباريه تبقى بنت شريفة وبتحافظ على نفسها. أنا مش عارف هم يعني ليه إحنا بنصدر أي فكر. المفروض إحنا نصدر فكر صح وما نصدرش فكر غلط. بمعنى ان هم المسلسل دوت جاي حبكه دراميه، جرائم قتل بشكل معين بشكل ساخر، وطبعا طبعا المسلسل بيدي المجرم او القاتل اسباب اجرامه اسباب قتله، وبناء عليه ان في ناس كتيره جدا ممكن او ناس مريضه نفسيا، ناس تعبانه تعمل نفس الكلام ده. وطبعا ده احنا لقيناه قبل كده، يعني لما قبل في التسعينات او قبل التسعينات كان في تحرش، بس كان تحرش مستخبي، يعني كان داري. لما بدأت الأعمال الدرامية تظهر التحرش في أفلام ومسلسلات، بقى منتشر لدرجة إن بقى التحرش في كل مكان. بلاش ديت. في أعمال درامية جسدت جرائم بشكل معين، لقينا بعد منها الجرائم دي تمت. جرائم سرقة البنوك بقى بتتم بنفس احترافية اللي بتطلع في الأفلام. معنى كده إيه؟ إن إحنا بننقل، إحنا يعني الأفلام والمسلسلات بتطلع المجتمع جرايم ما يعرفهاش، ظواهر ما يعرفهاش. يبقى طب ليه؟ ليه إحنا ما نجيش على الظواهر السلبية، الظواهر السيئة، الظواهر اللي مش كويسة اللي ممكن تأذي الناس؟ ليه إحنا ما نقفلش عليها؟ ليه احنا ما نطلعش افلام ومسلسلات هادفه ان هي يعني بتربي اجيال مبادئ واخلاق؟ انما احنا بنطلع مسلسلات بتحث على العنف وعلى الدم وعلى القتل، وفي الاخر نقول ليه الجرائم بتزيد. يعني لما تبقى واقع من فتره بسيطه اخ يقتل اخوه مع مرات اخوه علشان خاطر بينهم بعض علاقه، ما دي ظهرت في كام فيلم وكام مسلسل. العلاقات والحاجات الداخليه والحاجات القرف اللي بيحصل ده كلاته، لما يروح لاخوه الغيط اللي هو كان اخوه كان في السجن، ولما طلع طبعا هو ومراته عايزين يعيشوا مع بعض زي ما كانوا عايشين، هوب راح جاي نزل عليه مخلص عليه. ده برضه من ايه؟ من الاعمال الدراميه والحبكه الدراميه والحاجات اللي بتحصل، والناس بتقعد تتخيل، وفي ناس ما بتصدق تلاقي فرصه زي ديت. يبقى احنا الاعمال الدراميه بتاعتنا هدفها ايه؟ احنا عايزين دي تخدم الحياه، تخدم المجتمع وتقلل نسبه الجريمه، ولا انتوا هدفكم تزودوا الجريمه؟ يعني فيلم حين ميسره بتاع خالد يوسف لما طلع ظهر العشوائيات وبلاوي العشوائيات والحاجات دي، انت استفدت ايه من فيلم زي ده لما طلعت عشوائيات مصر على العالم كله كده يعني طلعت مصر انها مجموعه عشش؟ استفدت ايه؟ انا عايز افهم ايه الفايده من فيلم زي ده؟ ايه الفايده من فيلم زي ده؟ ايه الفايده ان احنا نطلع مساوئ المجتمع؟ ايه الفايده ان احنا نربي الجريمه في وسط الناس؟ انا مش عارف ايه الفايده اصلا. ليه ما يطلعش افلام هدفها الارتقاء بالاخلاق والارتقاء بالنواحي الدينيه والحسيه عند الناس؟ نعلم الشباب ازاي يكون محترم، ازاي يكون جدع، ازاي يكون شهم، ازاي. ده اللي المفروض الدراما تعمله. لكن اطلع الشخص المحترم على ان هو اصفر، او البنت المتربيه على انها مش عارف ايه. انتوا بتقلبوا موازين المجتمع ليه؟ انتوا عاوزين من المجتمع ايه؟ يا ريت تسيبوا المجتمع في حاله، المجتمع لسه الخير فيه. لكن طول ما انتوا بالدراما بتاعتكم وهدفكم كلكم ايه مش عارف. المسلسل ده ايه الهدف من المسلسل ده؟ انت بتطلع سيره سفاح ان هو مثلا كان ابو زيد الهلالي ولا صلاح الدين الايوبي
ولا سيف الدين قطز ولا ابن عامل له فيلم ومسلسل بالحبكه الدراميه ديت؟ الهدف كده انتوا بتدوروا المجتمع بالدراما بتاعتكم، مسلسلات وافلام انا بقول زباله، لان هي بتطلع اجيال زباله وبتكون سبب في دمار ونشء، بتزود الجريمه، المفروض تتحاسبوا عنها. المفروض المسلسل ده لما تحصل جرائم كده من المجتمع ما مش ناقص اصلا. انتوا بتعملوا كده ليه يا جماعه؟ الظواهر السلبيه نردم عليها، نقفل عليها خالص، ما نطلعهاش للناس، ما نظهرهاش للخلق، عشان ما حدش يقلدها ويعمل زيها في احوال بلدنا.